اهلا بيكم في حلقه جديده من فيت باي ساينس. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده انا هتكلم عن اسرع طريقه للتخلص من الكرش في شهر رمضان. في الاول انا هوضح شويه حاجات بتحصل لك في فتره الصيام. انت اول ما بتحس بالعطش جسمك بيفرز هرمونات زي الادرينالين والابنفرين، والهرمونات دي بتطلع في اي حاله انت بتكون مضغوط فيها، فجسمك في الوقت ده بيحاول يشوف اي طريقه يحصل بيها على ميه، فبيستخدم اي خليه حتى لو ما كانش ليها اي اهميه وبيكسرها علشان يستخلص منها الميه. وفي برضه عمليه بتحصل في جسمك اسمها اوتوفاجي، ودي بتصلح الخلايا القديمه والتالفه وبتعمل خلايا تانية جديده، والخلايا القويه بس هي اللي بتفضل في جسمك. وفي طريقه تانية جسمك بيحصل بيها على ميه، ودي بتكون من الدهون. وزي ما احنا عارفين الميه بتتكون من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، اما الدهون اللي بتتخزن في جسمنا بتكون على هيئه دهون مشبعه، وهي اسمها كده علشان هي مشبعه بالهيدروجين. فلما جسمك بيحس بالعطش بيكسر الدهون المشبعه علشان ياخد منها الهيدروجين ويخليه يتحد مع الاكسجين اللي بنتنفسه فيكون ميه، ودي بتكون من انقى صور الميه اللي جسمك بيكونها. وعلاقه الكلام ده بالطريقه المفروض تعملها علشان تتخلص من الكرش، انك لما بتتمرن وانت صايم جسمك هيفرز الهرمونات اللي قلنا عليها في الاول بشكل اكبر، وهتزيد عمليه تكسير الدهون، فهتحرق اكبر كميه من الدهون في الوقت ده. بالاضافه لكده وانت صايم نسبه السايكليك اي ام بي بتزيد، وده اللي بينقل الهرمونات اللي قلنا عليها للخليه، فبرضه معدل الحرق بتاعك هيزيد. واهم حاجه اتكلم عليها دراسه عملتها ارهس يونيفرسيتي في الدنمارك، اكتشفوا فيها ان كميه الدم اللي بتروح لمنطقه البطن بتزيد بشكل كبير وانت صايم، فنسبه الدهون اللي في المنطقه دي هتقل اسرع مع التمرين. ودي طريقه سحريه فعلا لو انت عايز تركز على انك تتخلص من الدهون في منطقه البطن بالذات. بس علشان تستفاد من الموضوع ده حاول تخلي تمرين الكارديو بتاعك قبل الفطار بحوالي ساعتين، علشان لو هتتمرن ساعه جسمك هيفضل يحرق الدهون في الساعه اللي بعد التمرين، فكده هتحرق اكبر كميه من الدهون، ومعدل الحرق ده هيقل مع الفطار علشان نسبه الانسولين هتعلى في جسمك. دي كانت معلومات بسيطه ومهمه كنت عايزك تاخد بالك منها قبل ما اقول لك النظام الغذائي اللي المفروض تمشي عليه خلال شهر رمضان. واول واهم حاجه المفروض تعملها انك تبتدي باكل يكون قيمته الغذائيه عاليه، علشان الاكل ده هو اللي هيحسسك بالشبع وهو اللي هيمد جسمك بالعناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها خلال اليوم. فمثلا اول وجبه وهي وجبه الفطار نبتدي فيها بكوبايه لبن مع تمر، ولو انت مش بتحب اللبن ممكن تاكل التمر لوحده، وبعد كده تقوم تصلي وترجع تاني. هتبتدي بعد كده تاكل ايه؟ طبق شوربه مع طبق سلطه كبير. وبعد كده هتخش على البروتين مثلا حاول تخليها كلها حاجات مشويه مش حاجات مقليه في الزيت، يعني مثلا فراخ مشويه، سمك مشوي، كفته مشويه. ابعد عن اي حاجه معموله في الزيت على قد ما تقدر. كل دي حاجات مفيده جدا. بعد كده بقى نخش على الحاجات مثلا انت نفسك فيها بس مش مفيده، يعني مثلا شويه طبق محشي صغير، طبق بشاميل، اي حاجه نفسك فيها محطوطه في الفطار بتاعك كل منها طبق صغير، مش عايزك تحرم نفسك من اي حاجه. وبعد كده لو انت عايز تاكل رز ممكن تاكل طبق رز صغير مع كميه من الخضار زي الفاصوليا او اللوبيا او البسله او السبانخ. واخر حاجه هتاكلها هتبقى اكتر حاجه نفسك فيها، يعني مثلا طبق محشي او طبق بشاميل. اي حاجه نفسك فيها كلها في اخر الوجبه خالص. وبالنسبه للسكريات والحلويات دي الفتره الوحيده اللي مسموح لك تاكل فيها سكر، فممكن تاخد مثلا قطعه بسبوسه صغيره او بلح الشام او لقمه القاضي او اي حاجه نفسك فيها، بس بعد كده مش هتاكل اي حاجه فيها سكر طول اليوم. يبقى كده وجبه الفطار بتاعتك كانت عباره عن لبن بالتمر وشوربه وطبق سلطه كبير ورز مع خضار وبروتين بكميه كبيره، وكان في تاني وبسبوسه. يعني ده حاجات كتيره جدا. انت كده تشبع. انت لو ما شبعتش بعد كل ده اقفل الفيديو، ما تعملش اي دايت او نظام غذائي. انا انصحك يعني سيب الدايت خالص. انا اكلتك بسبوسه وبشاميل وكل اللي انت عايزه، فحرام عليك ده ما تاكلش تاني. فانا مش عايزك تاكل اي حاجه تاني من وجبه الفطار لغايه وجبه السحور الا برتقان وتفاح، فدي اكتر فاكهه هتديك احساس بالشبع. ما تشربش عصاير، العصاير كلها سكريات مش هتبقى مفيده ليك، مفيش فيها فايبرز او الياف. فكل برتقان او فاكهه بس من الفطار لغايه السحور. ولو انت عايز تشرب شاي او قهوه او اي حاجه اشرب بس من غير سكر. انت كان السكر مسموح لك بس خلال اليوم، هي الحاجه اللي انت هتحل بيها بعد وجبه الفطار بس. وبعد كده نيجي بقى ايه لوجبه السحور. وجبه السحور هتبقى عباره عن وجبه صحيه، هتبقى عباره مثلا جبنه قريش. لو انت مش بتحب الجبنه القريش قطع عليها مثلا طماطم او خيار وحط عليها زيت زيتون هيبقى طعمها حلو جدا. مع الجبنه القريش هتاكل مثلا أربعة بيض مسلوق، ومع البيض المسلوق ممكن تاكل لبن. خد لبن كامل الدسم عادي جدا، وخد زبادي مع خيار مع برضو ثمره فاكهه. دي هتبقى وجبه سحور متكامله مش عايز منها اي حاجه تاني. ولو انت بتحب الشوفان برضو خد شوفان عشان الشوفان ده هيديك احساس بالشبع لليوم اللي بعديه. يبقى انت كده خدت فطار وعشاء
او ما او سوري او فطار او سحور في كل العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها، ومش تاكل سكر غير القطع الصغيره اللي قلت لك تاكلها بعد وجبه الفطار بتاعتك. وبين الفطار والسحور هتاكل التفاح او البرتقال بس. ولو انت تشرب اي مشروبات زي بيبسي مش تشرب بيبسي خالص. لو انت تشرب مشروبات زي الشاي او القهوه والحاجات دي مش هتحط عليها سكر خالص. واضمن لك بعد ما تمشي على النظام ده ال 30 يوم بتوع شهر رمضان هتخس، يعني هتخس ان شاء الله. بس اهم حاجه الاستمراريه، ما تجيش في يوم او يومين او 3 ايام تضرب وتقول انا هاكل كميه بسبوسه كبيره او هاكل حلويات كتيره او مش عارف اشرب بيبسي او مش عارف اعمل ايه. اهم حاجه الاستمراريه في النظام ده. وطبعا التمرين لو انت تتمرن هيبقى طبعا النتيجه احسن بكتير. فلو انت تتمرن قبل الفطار حاول تخلي التمرين قبل الفطار عباره عن مشي بسيط قبل الفطار لمده مثلا نص ساعه او ساعه قبل الفطار. ولو انت هتعمل تمرين بشده كبيره خلي التمرين ده بين الفطار والسحور عشان جسمك يكون فيه طاقه وتعرف تعمل تمرين بشده كبيره وتقدر تفيد جسمك. ولو انت عايز تمارين مفيده تقدر تعملها في البيت سيب لك لينك هنا تقدر تخش عليه تشوف فيها تمارين ممكن تعملها في البيت بشكل بسيط جدا ان شاء الله وتقدر تستفاد منها. انا كده خلصت الحلقه، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو لسه في اي حد عنده اي استفسار او عايز يسال اي سؤال يكتب في الكومنتات تحت وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. انا كنت بصور الحلقه من المستشفى ورب اكون فدتكم على قد ما اقدر واشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا لكم.